بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مع حضراتكم مطبخ أكلات منولة، والنهاردة إن شاء الله هنعمل طريقة الفاش الصعيدي بطريقة سهلة ومبسطة. أول حاجة بنجيب 3 معالق حمص مطحون، بنشتري ب10 جنيه يعني مثلا كده، ونطحنهم ونحط عليهم معلقتين سكر كبار. دي بتبقى تحضير الخميرة. أول حاجة بنحط السكر في البرطمان. بعد ما حطينا السكر في والحمص في البرطمان، بنبتدي نصب عليه اللبن السخن. وبنبتدي نقفل عليه، ودي بتبقى الخميرة بتاعة الفاش. وفي ساعتها بنجيب فوطة او اي قماشة نظيفة ونبتدي نلفه فيها كده اهو. ونبتدي بقى نحطه ان شاء الله في الدولاب او في اي مكان دافي لمدة يومين، وهو في الصيف بياخد يوم لان الدنيا حر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يوم كامل طلعنا الخميرة، كانت بالمنظر ده. الخميرة لو ما عملتش كده بتبقى غير صالحة كده. طبعا عاملة زي ايه، زي الزبادي هنا فوق، وتحت هو بقية اللبن بالسكر. لو ما عملت غير كده تبقى غير صالحة. طبعا بنمسك الخميرة ونبتدي نفضيها، شفت كده. واهم شيء بقى ان احنا ايه، نفكها. الخميرة دي تتفك كده، تفك كده. بنزود عليها كوباية مية دافية. نحط كوباية مية دافية. الدقيق عبارة عن كوبايتين، يعني المية كوباية 200 ملي، والدقيق كوباية ونص من 200 ملي برضو. بنبتدي نعجنها. بتبقى ايه، لا منها سايلة ولا منها جامدة. تبقى بالمنظر ده. طبعا دي بنسيبها تختمر لمدة 3 ساعات عشان نكمل بقية الفايش الصعيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني بعد ما الخميرة قعدت 3 ساعات. تبقى بالمنظر ده، تبقى مليانة فقاعات كده، اللي هي عبارة عن ان هي ايه، اختمرت. ده معناه ان هي اختمرت. بنكون محضرين نص كيلو لبن دافي، كوباية زبدة، ده كيلو دقيق كامل صافي، غير اللي احنا حطيناه الاول الكوباية ونص اللي في الخميرة. وهنا باكو خميرة فورية، ذرة ملح، معلقة كركم حسب الرغبة. لو انت عايزاها من غير ما يكون لون الكركم، لونه عادي ابيض، ما تحطيش كركم. بنبتدي بقى نعمل ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نجيب الكركم ونحطه على اللبن، والخميرة وذرة الملح على اللبن. نبتدي نقلبهم. ولو تحبي ان الفايش بتاعك يكون فيه نسبة تعسيل مسكرة شوية، يعني ممكن تحطي مع اللبن سكر. انا عاملة كده، بس دي حسب الرغبة. يعني لو انتوا بتحبوه معسل، الفاشية بتبقى مسكرة زي بتاع الفرن، ممكن تحطي له مع اللبن سكر. بندوب
الخميرة مع الكركم مع ذرة الملح مع اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نحطه ايه على الخميرة. ونبتدي نفكها بقى من بعضها. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بعد ما فكيناها وبقت سايله كده نحط عليها نص كوبايه الزبده، والنص التاني هنعوزه بعدين وهقول لحضراتكم ليه. نكمل. هجيب كيلو دقيق ابتدي ايه احط نصه، ونبتدي نعجن. بسم الله. طبعا السوائل على حسب نوع الدقيق ممكن ياخد ازيد او ايه مظبوط او ازيد سنه. هلم العجينه وارجع لكم. طبعا هنفضل نعجن في العجينه لحد ما العجينه تسيب ايدنا، معناها كده ان هي ايه خلصت. ابتدي بقى اخر نص كوبايه زبده اللي قلت لحضراتكم عليها ان احنا هنعوزها احطها. يعني هي كوبايه، نص في العجن ونص في السائل في الاول. اول لما بنحط الزبده بنحس ان العجينه ايه بتتفتت مننا، وبعد كده بتلم نفسها تاني. بنجيب الصواني ونحط فيها نقطتين زيت في كل صينيه كده، حبه زيت، وبندهنها. تانية احنا بنسيبها طبعا يجي 3-4 ثواني كده او دقيقه مثلا ترتاح، بس تخمر في الصينيه احسن ما تخمر في الطبق اللي احنا خابزين فيه. نبتدي نقرصها كده كده قرص صغيره كده. كده بنقطعها قد الكايزر كده، قد رغيف الكايزر. كده ونسيبها بقى ايه ترتاح. هخلص بقيه العجين ان شاء الله قبل ما ندخله الفرن ونوري حضراتكم ونشوف هو خمر ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم بعد ما الفايش اختمر. طبعا حضراتكم شايفين ان هو تضاعف ازاي، الحجم بتاعه تضاعف. هنبتدي بقى ندخله الفرن ونوريه لحضراتكم ان شاء الله بعد ما يطلع من الفرن. السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله.
الفاش بعد ما طلع من الفرن، اللهم صل على النبي، حاجه تفتح النفس. كل دوت من كيلو دقيق واحد، وكوبايه ونص دقيق في الخميره اللي هي المج 200. بسم الله ما شاء الله زي الفل. وبصوا حضراتكم سفنج، بصوا طبعا لما يبرد باذن الله هنقطعه شرايح ونحمصه، وهعرضه على حضراتكم برضو تقولوا لي رايكم في الكومنتات والتعليقات، ولايك وشير، واتمنى تشرفوا صفحتي بتعليقاتكم الجميله. السلام عليكم. السلام عليكم. دلوقتي الفايش اهو اما سقع، هنبتدي نقطعه بقى. بسم الله، شرايح كده. بالمنظر ده. وهنحمصه. اولا احنا سويناه في الفرن، في فرن البوتاجاز على درجة 200. اول صينية بتاخد تلت ساعة، والفرن بتكون سخنت. بعد كده اي صينية تانية بتاخد ربع ساعة او 10 دقايق كمان على حسب نوع فرنك. دلوقتي احنا اهو قطعناه شرايح. تاني يوم اما سقع واما برد عشان خاطر ما يفرولش مننا، وبعدين هنحمصه على درجة حرارة 100 وخلاص على كده. وبعد ما نحمص ان شاء الله هنفرج حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم بعد ما الفاش خلص واتحمص. بسم الله ما شاء الله، رامي كمية ممتازة. ده كله بكيلو دقيق، ده كله بكيلو دقيق مقرمش وهش. بصوا بألف هنا. اتمنى تجربوه وتقولوا لي رايكم. سلام عليكم. مع مطبخ اكلات منوله، شرفت بيكم. سلام عليكم.